قطعت جثتي عشان عايزة تقعد لوحدها في الشقة، وبعد ما خلصت عليا دخلت نامت. أنا قمر، عندي 10 سنين، من قرية شط جريبة محافظة دمياط، ودي قصتي. أبويا وأمي انفصلوا عن بعض من زمان وأنا صغيرة. بعدها بابا اتجوز واحدة كانت عاملة نفسها طيبة وبتحبنا وإن هي هتاخد بالها مننا أنا وأخويا، بس هي في الحقيقة كانت ست شريرة. بابا كان طول اليوم في الشغل وبيطلع من الساعة 7 الصبح وبيرجع الساعة 11 بالليل. كان بيشتغل 4 شغلانات عشان يعرف يجيب لنا أكل أنا وأخواتي، وما بيعرفش ايه اللي بيحصل فينا طول اليوم. مرات أبويا كانت بتقعد تضربنا وترزعنا بالكبريت أنا وأخويا الصغير، بس لما بابا بيرجع من الشغل وبيسألها مين اللي عمل فيهم كده، كانت بتقوله العيال بيعوروا بعض وبيرسعوا بعض، وتكذب. كانت معاملتها لينا وحشة وبتعذبنا على طول، ما كانتش حابة وجودي أنا وأخويا. مرات أبويا خلفت بنوتة جميلة جدا، أختنا الصغيرة، كنا بنحبها أوي وبنقعد نلعب معاها. بعدها حملت تاني، وهي دلوقتي حامل في الشهر التاني، وقتها حست ان الحمل زاد عليها ومبقتش طيقانة، وتعذيبها لينا كان بيزيد اكتر من اليوم اللي قبله. كانت عايزة تودينا عند مامتنا، بس ماما ما كانتش عاوزة تاخدنا، مش عارفة ليه. كنت بنزل اوقات في الشقة اللي تحتينا في بيت عمي وابات عندهم عشان ابعد عن اذى مرات ابويا شوية. انا واخويا ملناش حد غير ابويا واهل ابويا، طب نروح فين؟ في مرة أخدتنا مرات أبويا بالسكة الحديد وركبتنا القطر عشان نتوه أنا وأخويا وما نعرفش نرجع البيت تاني وتتخلص مننا، لكن خطتها ساعتها فشلت. الناس اللي في محطة القطر عرفوا يرجعونا البيت تاني، بس هي ما استسلمتش برضه وفكرت في طريقة تانية. في يوم صحيت الصبح الساعة 10 أنزل كالمعتاد أجيب عيش لعمي ومرات أبويا، ولما رجعت البيت خبطت على بيت عمي عشان اديهم العيش، بس محدش فتح لي. قلت يمكن لسه نايمين. رحت سايبه كيس العيش قدام باب الشقه، وطلعت حطيت كيس العيش لمرات ابويا ونزلت العب شويه، بس مرات ابويا شافتني وشاورت لي اطلع عندها. فلما طلعت مرات ابويا مسكتني، ضربتني بالسكينه في صدري وذبحتني على طول من رقبتي. فرقت الحياة على طول. بعدها حاولت تقطع جثتي، وكانت محضرة أكياس زبالة عشان تحطني فيهم وتحاول تتخلص مني، ويبان كأني مرجعتش البيت أصلا وحد قتلني من بره. لكن يشاء القدر ان الكهرباء تقطع عليها وما تعرفش تكمل اللي هي بتعمله. حاولت تداري اثار جريمتها وتغسل البطانية اللي كانت بتقطعني عليها، والمية برضو في الوقت ده قطعت. عمي لما لقاني مرجعتش واتأخرت قعد ينده عليا، راحت مرات ابويا رمياني بسرعة على السلم بين الدور التاني والتالت، ولما طلع عمي على السلم لقاني في الشكل ده، قعد يصرخ واتصدم وشاف حاجات يعني بشعة جدا، لحد ما الناس اتلمت وشافوني بالمنظر البشع ده. لقوني بطني كلها كانت بره جسمي ورقبتي مقطوعة. انا عملتلك ايه يا مرات ابويا عشان تعملي فيا كل ده؟ انا حتى كنت لسه صغيرة وكنت بحبك ومعتبراكي امي بدلا من امي اللي سابتني ورمتني انا واخويا، بس دلوقتي انا عند الاحن منك ومن الكل.